بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شلونكم حبايبي؟ يا رب الكل يكون بخير وصحة وعافية. واليوم فيديونا راح يكون عبارة عن كيكة بطعم الليمون. كيكة الليمون راح اسوي، اني مسويتها بنات بالقناة بالبرتقال، بس ان شاء الله اليوم عندنا بالليمون. ايش عندي هنا؟ عندي بنات 3 اكواب طحين، اني ناخلتهم خلت لهم ذرات الملح للامانة. زين. وعندي هنا 2 مغلف بيكنج باودر راح يكونون وياهم. وعندي هنا برشة ليمون كاملة صفرة وعصيرها هنا كامل. اوكي بنات؟ اوكي. وعندي هنا قلاص، يعني كوب كامل من المي، نفس المقدار كل القلاصات. شوف بنات، يعني مال الانقور اني اغسلها واخليها رقم قياسي الي. كوبين العفو كوبين شكر، 3/4 الكوب زيت. اوكي. مغلفين فانيلا، هذول وياه هسه راح اخلطهم ويا البيض. وعندي هنا 5 بيضات، حرارة الغرفة يعني حرارة المطبخ. اوكي بنات؟ اوكي. هسه راح ابدي بالخطوات كلها قدامكم. اول فقرة بنات، جهزت القالب بالراشي، دهنته كامل. شوفوا كلش دهنته، كثرت له راشي. والراشي يعني طلع فد شي كلش مضبوط، عكس الطحين والزيت لما نرش زيت وبعدين طحين. لا، الراشي اضبط شي بنات. واذا ما عندكم راشي بالزبد، فركوا، جيبوا مكعب زبد وفركوه ترسوه ترس، تطلع فد شي كلش راقي. هاي اول فقرة، القالب كترنا. ايش اجي هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. افرغ المغلفين بيكنج باودر، اللهم صل على سيدنا محمد. وقلت لكم للامانه اني خاله ذرات ملح، ذرات بالاصبع، ذرات ملح على الطحين. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد واله وصحبه ومن والاه يوم الدين. هسه هذولي خلصوا عندي، اكترهم على جنب. ايش اجي هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انزل البيض. شوفوا دافي كلش. ليش؟ انا طلعته قبل ساعه او ساعه ونص، خليته يصير حراره المطبخ. اللهم صل على سيدنا محمد واله وصحبه ومن والاه ليوم الدين. شوفوا بنات، هاي ال5 اني خليتهم، قدرين 4 بس ال5 شي رقم قياسي، بما انه حاره ما كلش نستخدم احنا. انزل المغلفين فانيلا بنات، رجاء يعني هواي يتفرجون، هواي عندي مشاهدات، بس ليش اللايك؟ ليش ماكو لايك؟ ليش؟ يعني خلينا نقول عندي 100 مشاهده او 200 مشاهده، يا دوب 4 5 لايكات. ليش هيك حبايب؟ راح انزل الليمون، اللهم صل على سيدنا محمد واله وصحبه ومن والاه. وهنا ذرات الليمون كلها. ليش خليت الليمون وبرش الليمون؟ حتى لا تطلع زفاره. بسم الله الرحمن الرحيم. 10 دقائق انزل عليهم الشكر. هسه اللهم صل على سيدنا محمد. لازم هذا كله ينزل، ما اخلي هيل. هو الهيل حلو طيب، بس اني خليت فانيلا وخليت ليمون فتصير راسه. زين. هسه ايش راح اسوي؟ شوفوا بنات، الزيت انزل عليهم بالتدريج. هسه راح اروح على الخلاط. شوفوا بنات، هسه هذا الخلاط عندي، بس على مود الصوت لا يزعجكم، وانزل الزيت تدريجيا وياي. هسه بنات شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، صار عندنا هيك شيء بعلونه، صار ابيض كلش على صفار. شوفوا الليمون شلون صاير بيه. هسه ايش اسوي بنات؟ انزل الطحين والبيكنج باودر بالتدريج. قمنا نسحق، يعني مو كلها، يعني هيك انزلها دفعات، وابدي احرك. احتمال احتاج بعد طحين، اني خاله 3 اكواب، يجوز احتاج وربع، ما اعرف السائل مالي شلون، او طحيني شي يحب. اللهم صل على سيدنا محمد واله وصحبه ومن والاه اليوم. اللهم صل على سيدنا محمد. شوفوا بنات، ما احتاج الخلاط حتى لا يطلع الهواء عندي، احركها بهيجي شيء، نفس طريقه ايدي. بديتي هيجي امشي هيجي، بديتي هيجي امشي هيجي، نفس الشيء يعني. باعوا لا ترجعي هاد ثاني عاكس يطلع الهواء منها، افتري عليها نفس المستوى اللي افتريتي انتي بيه. اكيد قلاص المي لسه ما استخدمته، لان هي اريدها مثل العلج سائله كلش. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد واله وصحبه ومن والاه اليوم الدين. من اشوف نفسي احتاج المي راح اخذ، يعني وش قد راح اخليها راح اقول لكم. بنات جربوها واعتمدوها، انا معتمدتها من شيفات معروفات، يعني كلش طيبه. شيفه معروفه بان العزايم، بدها الصحه والعافيه، راقيه كلش، صديقتي بجروباتي، وصفاتها جدا رائعه، ومنها نتعلم ونستفيد. عندكم ان شاء الله كلكم امهات بيوت وكلكم تعرفون حبايبي. حبيبتي ام محمد، اختي العزيزه، هاي الاشياء انت تحبيها تفيدك، سجلتيها بكل الخطوات، تعرف انت راح تطبقيها اليوم، بس تشوفيها تطبقيها. تحياتي لك حبيبتي محمود الذهب. بس انزل ما تبقى حبايب، عقبال مو تمسحين اللقطات مالتي والكلام. هاي بنتي تسوي لي اشياء، تمسح مثلا الاشياء الاولى. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. اذا هنا احتاج بنات، شوفوا راح احتاج المي.
شفتوا فرد ايدي ابد ما غيرت اتجاهها. ليش؟ حتى لا يطلع الهواء عندي، احتفظ به، هو اللي يرفع لي الكيكه. هسه ايش احتاج؟ انا قلت لكم كوب مي محضره. بسم الله الرحمن الرحيم، اذب نص الكوب، نص عدل، واشوف حاجتي الى ايش قد تريد. اذا بعد ثقيل القوام اخلي النص البقيه. ومثل ما قلت لكم اني داهنه القالب محضرته بالراشي، وعالقه الفرن على درجه حراره 250. بس يحمى انزلها اسويها على 180. تمام. هسه شوفوا يحتاج بعد، اللهم صل على سيدنا محمد، هذا الكامل كوب كامل من المي، فوق 3 اكواب طحين، كوبين شكر، 3/4 الكوب زيت، 5 بيضات، زين، مغلفين فانيلا ومغلفين بيكنج باودر وذرات من الملح، عصرة ليمونة كاملة هي وسائلها وقشرها اخذه، اخليه بالكيكة. مقادير جدا سهلة وبسيطة، ما احتاج الخلاط مو ماما. هسه اكملها خلط كل زين واسويها سائل واجيكم. شوفوا بنات، شوفوا السائل مالها صار مثل العلج المايع، هو هذا القوام المطلوب. هسه انا مثل ما شوفتكم دهنه القالب بالراشي، اللهم صل على سيدنا محمد، بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا شلون تنزل مثل العلج. واني مثل ما قلت لكم حاميه الفرن مالتي. هاي خلف الكواليس راح ياكلوها، هاي ما اغسلها. شوفوا الهواء اللي طلع عندي فوق، بس باعوا. بسم الله الرحمن الرحيم، يد الله. شوفوا شلون اختفى نصه، هذا القوام المطلوب. وهسه رايحه على الفرن لمده ساعه وارجع لكم. شوفوا بنات، ما شاء الله تبارك الرحمن، شوفوا شلون صارت حلوه. باعوا ابني الخبيث شلون ماخذ منها ماكل. زين، هاي كلش صارت تجنن. هسه راح اقولها وياكم شويه، خليتها تبرد. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه ليوم الدين. شوفوا بنات، ليش اقول لكم راشي؟ الراشي حاميه ما يحرقها وما يسويها طبقه عازله. بسم الله، طبعا هي كلش حاره. بسم الله الرحمن الرحيم، راح اقصها وياكم حتى تشوفوا. شوفوا بنات، شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، شوفوا شلون هشه كيكه الليمون الحلوه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه ليوم الدين. باعوا بنات، باعوا شلون اسفنجيه، باعوا الليمون لبالك مربى بيها. وعلينا وعلى عيونكم مليون صحة وعافية. لا تنسوني لايك واشتراك ودعم للقناة. أحبكم، مع ألف سلامة.